يا طه، كنت طالبا بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، وتعلمت فيها كيف يكون البر بأمك، لكنك اقترفت شيئا إدا، جرم عظيم اهتزت له السماوات السبع والأراضين، فقتلت نفسا بغير حق، ألا وهي أمك الحافظة لكتاب الله، المحفظة للقرآن، البالغة من العمر 55 عاما. قتلت من حملتك في بطنها وهنا على وهن، فحملتها أنت بعد أن قتلتها إلى حفرة، وأسدلت عليها الثرى لإخفاء معالم جرمك. أرضعتك من ثديها متمنية لك الحياة لكي يشتد عودك وتكون سندا لها عند هرمها، فكان جزاؤها منك الغدر والخيانة، فاستدركتها لبضروم المسكن، وأطبقت بكلتا يديك على عنقها قرابة 10 دقائق قاصدا إزهاق روحها، ولم ترحم توسلاتها إليك وهي تتصايح بصوت خفي: سيبني يا طه وأنا هعمل لك اللي أنت عايزه. فصار قلبك كالحجارة أو أشد قسوة. أطعمتك بيدها وأنت طفل صغير، وعلمتك الحبل، فلما اشتد عودك وصرت شابا يافعا تمنيت أنت لها الموت، فقابلت برها وخوفها عليك ونصحها لك في اختيار شريكة حياتك الزوجية بكل جحود ونكران، فوسوس لك شيطانك أن الخلاص من فاطمة أمك بإزهاق روحها هو الطريق الوحيد لزواجك بفتاة من فتيات الليل، والتي انغمست معها في الرذيلة، فلبيت النداء. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة طه سيد حسن سيد معاذ المليجي بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.